فضيلة الشيخ يحيى، ما موقف جبهة علماء الأزهر من استعانة الجزائر بالناتو لضرب دولة مالي الإسلامية؟ ربنا جل، هي موقف القرآن: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نحن نحذر الجزائر أن تتم هذه الخطوة لأنها ستحسب عليها ولن يغفر لها. وما موقف الجبهة من الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الجزائرية يوم 15 نوفمبر؟ هذا واجب على المسلمين، واجبا كفائيا، وما تقوم به واجبا، وما يقوم به القائمون هذا حملوا عن الأمة وزر الخذلان لهم. ونذكر الأمة كلها بأن من خذل مسلما في موقف يبتغي فيه نصرته خذله الله رب العالمين في موقف يكون إليه فيه. شكرا لحضرتك وجزاكم الله خير. فضيلة الشيخ أسامة، ممثل عن حزب السلامة والتنمية، ايه رأي حضرتك في الوقفة أمام السفارة الجزائرية في يوم 15 نوفمبر؟ لا، هو طبعا اهتمام بقضايا المسلمين عامة هذا أمر مفروض علينا جميعا، وهو أيضا شرف لنا جميعا يعني أن نشارك في شيء في حماية أمة أو حماية شعب أو حماية أو نصر قوية عادلة. هذا شرف لنا قبل أن يكون فرضا علينا، هو شرف لنا. وما رأي حضرتك في استعانة عبد العزيز بوتفليقة من ناتو في هذه الحرب ضد المسلمين؟ مستبعد يعني. ماذا تنتظر من هؤلاء؟ وليسوا بغير طريق السيوف يجيبون صوتا لنا أو لا. فلا عجب. جزاكم الله خير. فضيلة الدكتور طارق الزمر، وهو غني عن التعريف، ما رأي حزب البناء والتنمية أو ما موقف حزب البناء والتنمية من الوقفة أمام السفارة الجزائرية يوم 15 نوفمبر 1 محرم بشأن تدخل الناتو في أو ضرب الناتو من خلال الجزائر لدولة مالي الإسلامية؟ نحن نرفض كل أشكال العربدة والبلطجة الدولية التي تمارسها المصلحة الأمريكية منذ 20 عاما، ونرى أن هناك تسارع في وتيرة هذه التدخلات في ضوء السيطرة على التحولات المناصرة للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. يجب أن نرفض كل أشكال التدخل في منطقتنا، وخاصة إذا كان يحمل استخدام القوة والعربدة وقتل الأبرياء من شعوب البلاد. وما موقف الجماعة الإسلامية من الحضور؟ ما قلت لك سنرفض. الأستاذ محمد سعادة، حركة صامدون، ما موقف الحركة من تظاهرات أو وقفة الاعتراضية أمام السفارة الجزائرية في يوم 15 نوفمبر؟ والله احنا شايفين ان الجزائر دلوقتي بتعزز تطبيقها وتسعى الى تدمير دولة مسلمة زي دولة مالي عن طريق حلف الناتو. ده طبعا انتهاك لشرعية البلد. يعني انا دلوقتي بنطالب هنا في مصر بالشريعة الإسلامية وقمنا بثورة من اجل الشريعة الإسلامية، فلماذا تحارب الدول الإسلامية من اجل شرائعها، من اجل تطبيق الشريعة الإسلامية؟ والغريب في الامر ان دولة عربية تساعد حلف الناتو على القيام بهذا الجرم. يعني ان شاء الله نشارك يوم 15 نوفمبر قدام السفارة الجزائرية اعتراضا على موقف تفريقة من هذا الجرم والتعاون برضه المجرم مع حلف الناتو من اجل هدم الكيان الاسلامي في دولة مالي. هل تم التنسيق مع حركات اخرى في المشاركة؟ نعم، تم التنسيق ان شاء الله في اجتماع غدا الساعة 6 عشان التنسيق النهائي لمليونية 9 نوفمبر، وفي نفس الوقت التأكيد النزول يوم 15 نوفمبر ان شاء الله اللي هو يوافق 1 محرم قدام سفارة الجزائر. شكرا.